بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى كده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا منزله. النهارده كده فيديو بسيط وحبيت اشاركه معاكم، وقلت اعمل معاكم كده الكنافة بالكريم كراميل كده، حلوة جدا وبسيطة وسهلة، ومش بتخش فرن كده، كله كده على السريع وانت بقى واقفة كده تعملي الفطار. فمعايا كده طاسة أو أي حاجة بقى انت تحمري فيها الكنافة، ومكعبين زبدة حلوين كده، وهبدأ أحمر الكنافة. ده ربع كيلو كنافة زي ما تحبي بقى انت اعملي. فهفضل بقى كده أحمرها لحد ما تاخد لون، وبعد كده أكمل معاكم الوصفة. نحمر بقى كده كويس، ولازم تبقى ايدك فيها علشان ما تتحرقش من الجنب وجنب تاني لأ، وتبقى كلها كده ايه لون واحد. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله بقت لون واحد، بس طبعا بعد وقت طويل حطيت كده نص كوباية من الشربات بتاع الكنافة العادي. هقلبها كده تقلبتين، وبعد كده هنزل بيها بقى في الطبق او البايركس اللي انت هتعملي فيه بقية المكونات. معايا كده صينية نزلت بيها كده ايه، نزلت كده بالكنافة فيها، وبعد كده ايه هبدأ كده اسويها واظبطها علشان لما انزل بالمهلبية ما تمشيش من مكانها، يعني اجلسها كويس كده في الصينية، وبعد كده هسيبها بقى تبرد واعمل الطبقة التانية. بس كده بأي حاجة بقى كده، واضغطي بيها علشان تمسك كده وتبقى آه، مستوية كده، سطحها مستوي، وتتحط عليها كده المهلبية ما تنزلش تحت. معايا كده نص كيلو من اللبن، ومعايا كده نص كوباية من السكر وفانيليا، ومعلقتين من النشا. بس كده، دي كده ايه طريقة المهلبية: نص كيلو لبن، نص كوباية سكر، فانيليا، ومعلقتين من النشا. هقلبهم كده وهرفعهم على النار لحد ما يتقلوا. هقلبها كده لحد ما تتقل كده، وبعد كده هطفي عليها. طبعا بقى احنا في رمضان، وكل فترة كده بنحب نغير كده في الكنافة، وبنغير كده من طعمها، وبس بيبقى الأساس هو الكنافة بصراحة. تعمليها بقى بالمانجا، تعمليها بالشوكولاتة، بالنوتيلا، بكاستر، مكسرات بأنواعها كتير بصراحة، وبتعرفي تبدعي فيها بصراحة. فبعد كده لما الكنافة بردت، فنزلت كده بالمهلبية أو الكريمة زي ما انتوا تحبوا تقولوا بقى، وهسيبها بقى تهدى لحد ما أعمل كده الطبقة التالتة. معايا كده كوباية من السكر، نفس الطاسة كده غسلتها، هحط فيها كده كوباية من السكر، وهسيبها كده لحد ما تتكرمل، وبرضو ابقى واقفة جنبها لحد ما تتكرمل علشان ما تتحرقش وتمرر معايا. فهسيبها كده تتكرمل براحتها، ما اقلبش بالمعلقة علشان السكر معايا ما يخرص ويبقى مكتل معايا كده وما يبقاش حلو. لكن اسيبها كده لحد ما تتكرمل لوحدها علشان تبقى الكراميل معايا كده ناعم وحلو. زي ما انتوا كده شايفين بدأ كده يتكرمل، وبعد كده لما يسيح كده ابدأ ايه ادخل المعلقة كده واقلبه كده من كل الجوانب اهو. زي ما انتوا شايفين كده بيبقى كده اللون بتاعه حلو جدا. مش بستنى بقى عليه علشان ما يتحرقش ويمرر. معايا كده كوباية من اللبن، فيها معلقة من النشا صغيرة بنزل بيها كده زي ما انتوا شايفين، ومعاها كمان نص كوباية من المية، ومكعب زبدة. وكان كده الكراميل اللي معايا جاهز، بسيط جدا وسهل، وطعمه بقى وريحته حلو جدا. هفضل بقى كده اقلب حلو جدا، لان طبعا لما بنزل على السكر وهو سخن بمية او حليب بيتكتل كده، بس ما تقلقيش، بتفضلي كده تدوبي فيه لحد ما بيسيح تاني ويبقى حلو جدا. زي ما انتوا شايفين كده ريحته حلوة جدا يا بنات، وطعمه كمان. بس كده، هو كده خلاص الكراميل خلص معايا. هنزل بقى كده على طبقة المهلبية، تسيبيها بقى تبرد، وبعد كده تنزلي بال الكراميل كده، توزعيه زي ما انت عايزة، اشكال زي ما انت عايزة بقى براحتك. وتسيبيها بقى تبرد، دخليها التلاجة، وبعد كده ايه كليها.
بتبقى حلوة جدا وطعمها جميل وهتعجبك جدا. عندك اي صوص بقى ادهني كده وشها شوكولاتة نوتيلا اي حاجة. كان عندي برضو صوص كراميل بتاع كريم الكراميل كده، وبدأت احط عليه ما شاء الله حلو جدا. عايزة كمان تحطي معاه كريم شانتيه كده، تحطيه رايح جاي كده، بيبقى حلو جدا. تعملي شكل كده. بصراحة انا كان عندي بس كان الوقت خلاص على المغرب، فقلت اعمل ايه كيس كده من الكريم كراميل. فحطيته كده زي ما انتوا شايفين ودخلتها التلاجة، وبعد الفطار طبعا اكلناها. كانت حلوة جدا. جربوا الطريقة هتعجبكم، وسهلة وبسيطة وما اخدتش منك وقت. كله كده وانتي واقفة كده بتعملي الفطار، بتخلص معاكي في ثواني بقى، ولا فرن ولا اي حاجة. هي اللي بتاخد وقت تحمير الكنافة، بس طبعا ايدك بتبقى فيها كده وانتي واقفة. ما شاء الله حلوة جدا. يا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وسلام.